أنا زتونة، ودي حلقة لو سمعتها لحد آخرها هتعرف ليه أحياناً أنجح واحد في الشركة بيتحول لمتهم. تخيل موظف ذكي وأنيق وساكت وقت ما يلزم، أول واحد يحل الأزمات وآخر واحد يعمل دوشة، وفي تقييم السنة ياخد مقبول. إزاي؟ لأنه اسمه علي وذكاء علي خوف ناس كتير. المشهد: علي دخل المؤسسة ولمع بسرعة، يقنع المديرين من غير ما صوت عالي، ويطفي حرائق من غير ما يطلب كشافات. وبدأ الهمس: خلي بالك، علي ناوي يطير الكراسي، بلاش تتعاون معاه كتير، المدير متحسس منه، بيشتغل بذكاء زيادة عن اللزوم. الذكاء بقى تهمة، النجاح اتفسر كتهديد، السكوت اتقرا كخطة، حسن النية اتشال وحطوا مكانه تمويه. يجي تقييم الأداء: مقبول، رغم إن علي الوحيد اللي ما فشلش في ولا مهمة. ابتسم وقال بهدوء: المنظمات اللي بتخاف من النجاح ما تستحوش. وغادر. مرت سنين، مبادرة كبيرة عندهم اتعطلت، جابوا بيت خبرة دولي لإعادة الهيكلة. أول صفحة في العرض التنفيذي: علي كبير المستشارين الإقليميين. رجع لهم مش عشان ياخد مكان، عشان يصلح اللي اتخرب. يوم خافوا من نجاحه. ليه بنخاف من علي؟ 1. مدير مهزوز، يتوتر من أي موهبة ويفسر الكفاءة على إنها منافسة شخصية. 2. ثقافة إشاعة، شغل الكواليس أعلى من شغل المكاتب. 3. تقييم على المزاج، إنجاز من غير شلة يتخصم، كلام من غير أثر يتكرم. 4. هيكل مش واضح، النجاح الفردي بيكشف العشوائية، فأسهل حل تشويه صاحبه. 6 علامات تقولك إن منظمتك بتخاف من الموهوبين. 1. نجاحك يتقال عليه صدفة وفشلك يتقال عليه طبيعتك. 2. كل تغيير حقيقي بيتسمى تهديد للاستقرار. 3. شغلك ينور وحد تاني يطلع في الصورة. 4. اجتماعاتك تتحول لمرافعات دفاع. 5. يسمعوك خليك بسيط بس يقصدوا خليك أقل. 6. تقييماتك دايما محتاجة تحسين تواصل حتى لو انت اللي معلمهم التواصل. لو انت علي، خطة نجاح شيك من غير خناقات. 1. وثق من غير صدام، أي قرار أو تعديل إيميل مختصر، المطلوب، الأثر، الزمن، الموافقة. 2. شارك الفضل بذكاء، وزع الكريدت علنا، ده بيكسر شائعة بيشتغل لوحده. 3. اختار منابر مرئية، نجاحات قصيرة واضحة كل أسبوع، داشبورد بسيط يرد بدل ما أنت ترد. 4. ابني شبكة حماية، 2 من أقوى المديري الجانبيين تعرفهم، غدا شهري وون تو وان، ده استثمار مش مجاملة. 5. إدارة السمعة قبل الإدارة، قدم إنجازك كلغة فريق مش أنا، خليك دايما واقعي وهادئ. 6. خطة خروج محترمة، لو 3 دور التقييم ما اتغيرتش حدد موعد انتقالك، سمعتك أهم من كرسي بيمتص طاقتك. 3 جمل جاهزة توقف التحسس من غير ما تولعها. 1. هعرض الحلين A و B ومع كل واحد أثره، حضرتك تختار وأنا أنفذ. 2. عشان ما نتعبش الفريق خلينا نثبت الهدف ربع سنوي ونعدل بشروط واضحة. 3. نجاحي الحقيقي إن الفريق ينجح، خلينا نوثق ده في لوحة متابعة واحدة للكل. لو أنت القائد، إزاي تحافظ على علي؟ 1. حدد مجال قرار واضح لكل مدير وما تغيروش بوشوشة. 2. اعمل مراجعة إنصاف ربع سنوية للرواتب والمهام، الظلم بيطلع في الأرقام قبل ما يظهر في الشكاوي. 3. كافئ السلوك اللي يعظم قيمة الفريق مش اللي يعظم صورة المدير. 4. افصل رأيك الشخصي عن تقييم الأداء وخلي القياس على مخرجات محددة. 5. افتح باب النقد الآمن، 15 دقيقة شهرياً، اسمع بس من غير ردود دفاعية. الخلاصة: المؤسسة اللي بتخاف من الذكاء بتطرد رزقها بإيدها. وعلي لما رجع كمستشار رجع يعلمهم درس بسيط: الذكاء مش خطر، الخوف هو الخطر. قولي في الكومنت، شفت علي قبل كده؟ كنت انت ولا زميلك؟ ولو محتاج باكج قوالب إيميلات للتوثيق والمتابعة الأسبوعية وجمل مهنية جاهزة للتفاوض، اكتب كلمة قوالب وأنا هبعتها لك هنا حالا. أنا زتونة، اشتغل بنظافة، وثق بذكاء، وخلي نجاحك هو الصوت الأعلى.